إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقائي معاكم النهاردة مش داعية إسلامية، لقائي معاكم لقاء أم مصرية فرحانة بمصر وفرحانة بأولادها، وكل أمل ورجاء إن اللي حصل يتكرر تاني كتير، وكل شبابنا يفوقوا ويعرفوا إنهم قادرين وينسوا الموضة والأغاني والحفلات ويعرفوا قيمة نفسهم كويس الشباب المسلمين والعرب لو قاموا محدش هيعرف يقف قصادهم. شاب واحد لوحده بطوله فخر للعرب والمسلمين، بنفسه وبشكل فردي اقتحم حدود الصهاينة ومشي في عمق الأرض المحتلة 5 كيلو بسلاحه بس، وقتل 2 المفروض انهم مسؤولين عن حراسة النقطة الحدودية، وكمل لوحده وقتل كمان الثالث اللي جاي يساعدهم، وأصاب 2 كمان. ولما استشهد وعرفوا يقتلوه محدش عرف يقف له وجها لوجه، قتلوه بطيارة من بعيد. وده فرد واحد بس كان متسلح بالإيمان والعزيمة. ما بالكم بالجيش كله، ما بالكم بشباب مصر كلهم، ما بالكم بشباب مصر كلهم لو فاقوا وقاموا. كان في أخت فلسطينية سمعت لها فيديو هي بتقول المصريين جايين لكم، اقتربت الساعة، المصريين جايين. الولد ده فرحني، كنت أتمنى أنه يكون ولد من ولادي رغم أنه مات، إلا إن أنا عارفة أجره العظيم عند ربنا. الولد ده أنا فرحت بيه فرحة، الله يحيي البطن اللي شالته، الله يكرمه بالفردوس الأعلى ويفرح قلبه في الجنة زي ما فرحنا كلنا باللي هو عمله. تسلم إيدك يا ابني، وتسلم الإيد اللي ربتك، وتسلم البطن اللي شالتك. ربنا في كتابه الكريم بيقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أيوة يا ابني، انت اللي رميت بإيدك، بس ربنا سبحانه وتعالى استخدمك عشان يفرحنا كلنا، عشان يعرفنا كلنا من صاحب الهترك الثلاثي صحيح. سبحان الله، العجيب ان اسمه محمد صلاح، زي محمد صلاح نجم الكورة اللي كلنا بنحبه ونحترمه ورفع راس مصر قدام الناس كلها. العجيب ان اسمه محمد صلاح، وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا من هو الفخر الحقيقي للإسلام والمسلمين، ومن هو القدوة الحقيقية. محمد صلاح رفع راس مصر وحبب الناس كلها في المصريين، واحتل قلوب دول أوروبا كلها، عشان يجي محمد صلاح الثاني يرفع راس مصر أعلى وأعلى وأعلى، ويعرفنا ربنا إن الهدف الحقيقي مش الكورة ولا المال ولا الفلوس ولا الشهرة ولا محبة الناس، ولكن البطل الحقيقي هو اللي رفع راس مصر، هو اللي وقف قصاد الكل ولوحده وبطوله عشان يحقق النصر اللي حققه محمد صلاح الجديد، في زمان زيفت فيه المفاهيم والحقائق واستخدمت في غير مواضعها. صنعوا أبطالا من ورق وجعلوا اللاعب بطلا وفخرا لمصر. لا أنكر إن محمد صلاح اللاعب حاجة فعلا تشرف، ولكن محمد صلاح البطل الشهيد أعلى وأعلى، عشان ربنا سبحانه وتعالى يوصل للجميع إن ده النصر اللي بجد، ودي الشهادة اللي بجد، ودي المحبة اللي بجد. رحم الله البطل المصري والفخر الحقيقي للمصريين والمسلمين والعرب، وتقبله الله من الشهداء. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحشره مع سيد الشهداء ومع خاتم الأنبياء. اللهم تقبله عندك من الشهداء. اللهم إنا نسألك أن تحيي شباب المسلمين، اللهم أحيي موات قلوبهم، اللهم فرحنا بالنصر يا رب العالمين. الولد ده يا جماعة أحيا الأمل في قلبي، حسسني إن إحنا ممكن شبابنا يقوموا، ممكن يبقى في زيه 1 و2 و3 و10 يرفعوا راس الإسلام والمسلمين. شاب بسيط جدا وعادي جدا زي أولادنا، لا كمل تعليمه ولا خد شهادة عالية ولا حفظ القرآن ولا اتعلم حاجة، شاب عادي جدا كان بيشتغل صنايعي في ورشة ألمونتال، وكان بيشتغل بإيده، عاش يتيم، أبوه توفى من فترة وله أخين كمان، يعني شاب عادي زي كل الشباب المصريين. سبحان الله، إيه اللي يخليه يعمل كده؟ إيه اللي يخليه ياخد سلاحه ويخش جوه الأراضي جوه الحدود الفلسطينية الإسرائيلية
ويدخل جوه الحدود الإسرائيلية ويقتل الإسرائيليين ويقلب الدنيا القلبة دي كلها. طبعا النهاردة الحكومة المصرية بتقول كلام والحكومة الإسرائيلية بتقول كلام، وأنا لا بصدق دول ولا بصدق دول، لا يعلم الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن اللي أعرفه إن دي رسائل من ربنا سبحانه وتعالى عمال يبعتها لينا ولشبابنا، يقول لهم فوقوا فوق وسيبكم من الموضة، سيبكم من اللهو اللي انتوا فيه، سيبكم من الغي والضلال اللي اليهود وغيرهم مصدرينه لكم عشان تتوهوا، سيبكم من السهر طول الليل قدام الموبايلات والتلفزيونات والنوم طول النهار وترك الصلاة وتضييع الفروض. فوقوا يا شباب، اللي زيكم بالظبط، ما فيش اي اختلاف من اي نوع، ولا هو مجاهد ولا هو مقاتل ولا هو بينتمي لجماعة إسلامية، شاب عادي جدا قام وتحرك وعمل اللي محدش عمله. النهاردة بقى فخر لينا كلنا، كل أم بتتمنى إن ابنها يكون زيه، كل قلب في مصر بيدعي له إن ربنا يجعله من الشهداء ويجعله من أهل الجنة. ادعوا معايا يا جماعة وارفعوا ايدكم للسماء إن العرب يفوقوا وشباب المسلمين يرجعوا لربهم. في لحظة انتقل من شاب عادي جدا إلى شهيد، إن شاء الله نحسبه من الشهداء وربنا يجعله في الجنة ويجعل روحه في حواصل طير خضر تحوم في الجنة وتأكل من طعامها. اللهم يا رب ألحقنا بهذه الدرجة. اللهم اهدي ولادنا وشبابنا. عاشت يا ابني البطن اللي شالتك، وعاش الأب اللي رباك، وعاش البيت اللي تربيت فيه. ربنا يجعلك من أهل الجنة ويهدي شبابنا ويردهم إلى الله ردا جميلا. اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم خذ بأيديهم إليك ودلهم عليك وردهم إليك رد الكرام عليك. اللهم اجعله من الشهداء، اللهم اجعله من الشهداء واجعل عرسه في الجنة. لو بصيتوا لصورته يا جماعة هتلاقوا ابتسامة جميلة وفرحة. اللهم ارزقه إياها في الجنة يا رب، زي ما فرح قلوبنا كلنا، ربنا يفرحه بالفردوس الأعلى. بالله عليكم كلكم ادعوا له بالرحمة، كلكم ادعوا له بالمغفرة، كلكم ادعوا له بالشهادة، وربنا يهدي شباب المسلمين ويتقبل منا ومنكم صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.